سلام على اجدع ناس رجال وايناس، واهلا وسهلا بكم في قصه جديده هتحبوها موت. لان بطلنا هيقع مع شبر ونص هتبوظ له دماغه حرفيا. هو عيل راعي مشاكل وهي بتحب الحلويات جدا وحاجه كده ما يكونتوا خالص. فصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام لو متحمسين للجفاف العاطفي اللي جاي. ولو انت سنجل باشترك بالقناه واعمل كومنت طلع لي فيه كل احزانك وفعل الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديده. فترى بقى ايه حكايه الوتر الحساس ده؟ تعال احكي لكم الحكايه من البداية. بتبدأ القصة مع شابين بيسألوا شابين على شاب طويل بعد ما شافوهم خارجين من مدرسة بلبس الثانوية وكانوا عايزين يقابلوا ضروري. فالرجالة عرفوا ان هم عايزين رينتارو، وبالمناسبة ده بطن، وقبل ما بيخلصوا كلام عليه بيكون واقف وراه. اللي بعد ما بيشوفوا وشه المكرمش ده بيعرفوا ان هو مش صافلهم وبيخافوا. وصاحبنا بقى بيزود المبلطين لما بيسأل اصحابه لو كانوا عملوا لهم حاجة، فالعيال من الخوف بياخدوا وديلهم في اسنانهم وبيهربوا منه. المهم اصحابه ما بيستغربوش خالص من اللي حصل، لان دي مش اول مرة يحصل حاجة زي دي مع رينتارو، او بيفضلوا يتخانقوا معاه لانه لو ما كانش جه العيال دي كانت هتمسكهم تهمكهم بسببه. وبيقولوا لهم ما حصلش حاجه يعني يا جدعان، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا علشان المدرسه. وبيحكي لهم عن اللي حصل معاه امبارح لما كان واقف في الشارع ورمى ودانه على واد وبنت كانوا بيتخانقوا مع بعض، بعد ما البنت عرفت انه بيخونها واديته بالقلم على وشه وسابته ومشي. فالولد يا عيني بقى بيصعب على صاحبنا رينتارو وبيروح علشان يواسيه، ولكن الولد يا عيني لما شاف منظره فكره جاي علشان يكمل عليه، ومن غير ما ينطق ولا كلمه استجمع شجاعته واخد ديله في اسنانه وهرب. فاصحابه بيصعب عليهم الواد اللي شافه وبيقولوا له ما اكيد واحد زيك يعني طالما ظهر لحد في الوقت ده من الليل يا اما عايز يتحفرش بيه يا يقتله، يعني انت والليل ما ينفعش تتجمعوا مع بعض يا اسطى. لان الواد فكر بالطريقه دي برضه. وبعد ما بيوصلوا لمدرستهم مدرسه بلبس الثانويه بنين، كان في بنتين من المدرسه اللي جنبهم اللي اسمها الهاي سكول الثانويه بنات. المهم يعني بعد ما بيشوفوا الولاد بيبطلوا اللي كانوا بيقولوه واكنهم شافوا حاجه غلط. المهم واحده منهم وهي معديه بيقع على المنديل بتاعها، فالولد راح اخده ونده لها علشان يديهولها، فبيبص له من فوق لتحت كده وقالت له البنت تقدر ترميه في الزباله لان اللي بيقع مني ما بيبقاش من مستواي يا حقير يا فقير. لا مش هي اللي قالت دي، انا اللي قلتها. واصحابه بيعرفوا انه لسه ما حدش بيطايقه ولا بيحبه، وهكذا هم برضه. ليه بقى؟ لان مدرسه بلبس الثانويه بنين بتوع العيال الفقراء السرسجيه اللي مجموعهم ما حصلش حتى يدخلهم الحمام، رعاة مشاكل يعني، على عكس مدرسه البنات الهاي انترناشونال سكول، ودي كل البنات اللي فيها ولاد ناس يعني، والاي كيو بتاعهم عالي ومتريشين تحسهم كده من ايجيبت مش من مصر، حاجه كده ما يكونوا خالص. فطبيعي الفجوه الطبقيه اللي ما بين المجتمع الاستقراطي دي هي اللي عامله عداوه ما بين المدرستين. وعلى الطريق انت ما فاهم حاجه، فيعني دول فشله ما بيحبهمش التانيين اللي هم ولاد الناس. وبعد ما بيدخلوا المدرسه الشباب بيتفقوا مع بعض وبيعرفوا رينتارو ان هم هيروحوا الكاريوكي بعد المدرسه. واللي ما يعرفش الكاريوكي دي يعني بتبقى حاجه زي رومات كده بيروحوها وبينبسطوا فيها. المهم رينتارو بتوصل له رساله من امه بتقول له ان شغله هيبدا الساعه 6 وما يتاخرش لانه شغال في المتجر اللي سابوه له ابوه مع امه. هو بيروح بعد المدرسه واللي ما بيكونش معرف اي حد من اصحابه انه شغال في المحل الحلويات. وبعد الشغل بقى في اخر اليوم ما بيبقاش غير زبون واحد في المكان، فرينتارو عينه ما بتكونش رايحه غير على الكائن الحي ده. ومن نظراته بقى البنت بتتوتر لدرجه كانت هتروح فيها، فبيجيب لها ميه علشان تهدى وبعدين بتمشي بسرعه من المكان كان الولد طالع يجري وراها. وبعد ما بيشطب المكان مع امه بيسالها انت عارفه الزبونه دي اللي كانت هنا يعني؟ بتقول له ايوه واسمها واجوري، ودي زبونه دايما وبتيجي هنا اكتر من مره في الشهر. بيقول لها خلاص هي لو ما جاتش تاني فاعرفي ان انا السبب يعني، وبيعرفها على اللي حصل يعني، وانه لما بص لها خافت وكانت محرجه وكده. فبتقول له طالما ما كنتش تقصد فهي هتيجي تاني يعني، لان انا عارفه البنت دي وواثقه انها مش شبه البنات بتوع اليومين دول. تاني يوم بقى في المدرسه كان قاعد لوحده وبيفكر في الموقف اللي حصل مع البنت دي، وكان خايف لا يكون جرى لها حاجه، كان عايز يشوفها باي طريقه علشان يعتذر لها. واصحابه حتى لاحظوا عليه ان هو سرحان وفي حاجه شاغله دماغه، فبيعزموه على الغدا يعني عشان يقعد معاهم، بس هو بيسيبهم ويمشي وبيروح يطلب اكل من بره. وبعد كده بيروح البيت وهو قاعد في امان الله. بتدخل عليه امه وبتقول له بسم الله الرحمن الرحيم كده البنت اللي كانت موجوده امبارح جت مره تانية لا وعايزه تقابلك. ولما راح لها كان مستغرب جدا، بس قال بقى يعني مش مهم، المهم ان انا اعتذر لها على اللي حصل والموضوع هينفض على كده. بس هي بتسبقه وبتطلب منه ان هم يقعدوا ياكلوا حاجه سوا، وبسرعه ما بيرفضلهاش طلبها اللي انا وهو كنا مستغربينه. بس الحلوه بقى بتوضح له اللي حصل امبارح وبتعتذر له انها هربت منه لانه ده ما
ما كانش تصرف كويس منها، فعشان كده عزمته على حاجه كلها في المحل اللي هو شغال فيه، اللي هو المحل بتاعهم اصلا. وانا دلوقتي مش عارف مين مع مين، بس مش مهم يعني، المهم ان انا مبسوط. وبعد ما خلصت الجاتوهيه بتاعتها كان نفسها تاخد اللي قدام رينتارو، وهو لما بيلاحظ ده بيقول لها والله ما خساره فيكي، اتفضليها هي لعيونك الحلوين. صراحه انا اللي قلت مش هو يعني. فبيسالها اذا كانت فاجئ منها امبارح لما شافها وهي بتاكل، لان اعتقد مفيش حد بيجيلكوا يعني ياكل الكميه دي من الحلويات. وبصراحه بقى هي استغلت ان ما كانش في زباين امبارح وما قدرتش تقاوم وكلت كل الاطباق اللي كانت قدامها قبل ما تروح بيتها. وبتعرفها عن نفسها وان اسمها واجوري كوراكو السحت، وبيقول لها ان هو اسمه تسومي رينتارو المليجي. وبيكون رينتارو مستغرب ومتفاجئ ان ازاي بنت كيوتا زي دي عايزه تتعرف عليه، بس اللي ما يعرفوش انها كانت مبسوطه لما عرفت اسمه، وبتتكسف منه لما بتقول له انها كانت بتشوفه بقالها فتره في المحل هنا، بس هو ما كانش بياخد باله منها خالص. علشان كده هي كانت متفاجئه لما لقيته كان مركز معاها لاول مره، وهي ما هربتش منه عشان كانت خايفه، بالعكس دي هربت لما شافته بيبص لها لاول مره، لان دي اول مره ولد يبص لها بالطريقه دي، وده اللي خلى قلبها يتحرك من مكانه وما قدرتش تمسك نفسها من التوتر. انا بقول اصلا تاخدها وتحطها تعرضها في التلاجة جنب الحلويات يعني، اصلا ما فيش كده بصراحه. وبما ان صاحبنا رينتارو كائن ذكوري ما كانش فاهم كلامها قوي، وكل ما بيبص لها بيخاف منها، اللي هو طب يعني ايوه ماشي انت عايزه ايه برضه، لان دي اول مره تحصل ان في حد قلبه ينبض لما هو يبص له. بعد شويه تفكير دماغه ما بيوصلش لحاجه، وقام قال لها انه هيجي معاها يوصلها للمحطه علشان الوقت اتاخر، وخطر عليها تروح لوحدها. فبتاخد معاها حاجه حلوه وهي ماشيه، وبتقول له اوعى تكون مفكر اني كنت خايفه منك لما شفتني، انت مش مجرم يا رينتارو بالعكس. وبتقول له كلام حلو بقى وفراشات بقى وكده وبدل ما بيوصلها للمحطه بينسى نفسه وبيطلع على اوضته جري وبيقفل عليه، وبيبدا بقى يفتكر كلام صحابه ان الناس اللي حواليه بيقولوا عليه ان هو مخيف ومش عارف ايه وحاجات كتير كده سلبيه، على عكس البنت الغير الناس اللي هو قابلهم كلهم في حياته. وفجاه بتقطع عليه امه حبل افكاره وبتزق الباب عليه وبتقول له الحق الحق، الشنطه اللي واجري كانت واخداها لقيتها مرميه في الطريق وبشكل يقلق. فصاحبنا بياخد بعضه وبيجري في طريقه ليها وبيدور عليها علشان يفهم ايه اللي حصل. وفي اللحظه دي بيكون فعلا اخدها شابين، والشابين دول نفسهم اللي ما بيحبوش رينتارو، والشابين دول نفسهم هم اللي شفناهم في اول الفيديو، وبيكونوا عايزين يستفزوها باي شكل عشان يعملوا معاها يخو يخو، وبيقعدوا يستجوبوها بقى وبيسالوها ايه علاقتها بالواد ده. ساعتها رينتارو بيقف على صوته وبيعرف وبيروح له بعد ما بيعرف ان هم نفسهم اللي قابلهم امبارح، وبيكونوا مستغربين ازاي حته صغننه زي دي بتقابل رينتارو وعلى علاقه بيه، وبيكونوا مفكرين انها حبيبته. ومن غيظهم بيقولوا عليه كلام كتير مش كويس، ولا رينتارو بيلعن في سره ام مدرسه بلبس اللي مشوهه سمعته دي، وبيقعدوا يقولوا لها بقى انك لو ما بعدتيش عنه الواد ده هتبقي في خطر وانت معاه، وبتقاطعهم بقى عشان تقول لهم انه شاب كويس جدا وكل اللي بيتقال عليه دي اشاعات وده مش صح، وانتوا ما قعدتوش معاه عشان تحكموا عليه. بس هما ما بيكونش فارق معاهم كل حاجه من الكلام ده، هما بس عايزين يأذوا رينتارو عن طريق البنت دي، لان هما مفكرين ان هما بيحبوا بعض، وبما انهم يعني عارفين انهم مش هيقدروا يواجهوه فيس تو فيس بيستخدموا الاستراتيجيه القذره دي. وعلى اخر نفس خلاص الولد بعد ما بيعجبوش كلامها بيكون هيضربها، بس رينتارو بيتدخل على طول وبيحميها منهم، وبيبص لهم بصه كلها غضب كده، اللي هو ده انتوا يومكم اسود النهارده. والعيال من الصدمه بقى بيخبطوا في بعضهم وبياخدوا بدالهم في اسنانهم وبيهربوا، والبنت واكوري بتعكشه من رقبته بعد ما بتلاقيه بينزف، وبتقول له انا اسفه مع ان الذنب مش ذنبها يعني، وبتساله انت ليه عمال تعور نفسك ده؟ وبيقول لها انا اعتبر اللي حصل فيا ده تخليص حق، وبيعتذر منها انه ورطها في موضوع زي ده وخلى عيال الشارع ياخدوا بالهم منها بسببه، وبيعتذر تاني يأدي الليله السود بسبب يعني انه تسبب في خوف الكائن الصغنن ده. قالت له انها ما ينفعش تخاف منه لانه كان لطيف معاها وما شافتش منه اي حاجه وحشه، وبتشكره انه جو ساعدها وبيشكرها انها ساعدته في الجرح اللي في دماغه. وبيبدا بقى صاحبنا يفكر انه ازاي ما كانش شايف الجوانب دي في شخصيته، ومفكر ان كل الناس شايفاها بغل حقير صايع شكله خوف اتعود على السلبيه وبس. بعد كده بياخدها وبيوصلها على المحطه، وقبل ما بيمشي بتقول له انها هتيجي تزوره تاني في المحل، فيعمل حسابه بقى لانها في اي وقت هتطب عليه وتعزمه على حاجه حلوه في المحل بتاعه زي المره اللي عدت، وبيقول لها قشطه ماشي وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم في المدرسه بعد ما بيحضر اول واحد بسبب انه ما نامش يعني من امبارح تاكيد يعني انا بخمن بقى، وقاعد يسال نفسه يا ترى يا راوي البت هتيجي المحل تاني ولا لا؟ طب ولو جت هتيجي امتى؟ ولو جت هعمل معاها ايه؟ وفي لحظه ما هو بيبص من شباك الفصل بتاعه بيلاقي في بنت بتبص برضه من الناحيه التانيه، فبياخد 5
لمسه كده على ما بيستوعب وبيلاقيها واجوري. الله عليك يا ابني. فبيجري من الخضه وبيستخبى منها لانه كان متوقع انها اصغر منه، بس المصيبه انها في نفس الثانويه معاه ومن صف، ولكن في مدرسه البنات اللي معاديه مدرسته طبعا، ودي حاله لا يرثى لها، لان زي ما انا شرحت لكم فرق الطبقيه اللي ما بين المدرستين والعداوه اللي ما بين، فتقوم تكمل بقى بالبنت دي اللي هو اتعرف عليها، وده هيزود مشاكلهم. القصه كده داخله على تعقيده. وقابل بقى يا عم رنتارو. وقتها بقى بيقعد صاحبنا يفتكر كل اللي حصل معاه من شويه، وانها قالت له ان هو مش مخيف، الزبونه الجميله الرقيقه اللي محدش يتوقعها. وعلى الجهه الاخرى بتكون هي كمان لسه باصه من الشباك وما قفلتش الستاره زي ما هو عمل، وده بيبين لنا نفسيا ان هي اللي عايزه، هي اللي انت فاهم. وبيجي له صاحبه بقى وهو قرفان وطهقان وبيقول له مالك يا ابني في ايه اللي معصبك كده؟ بيقول له خلاص يا عم ما بقتش قادر استحمل الجيره العكره دي. بيقول له جريت ايه مش فاهم؟ قال له يا عم البنات اللي جنبنا في المدرسه دول كل يوم وانا جاي المدرسه بيبصوا له بقرف وبحسوني ان انا منبوس حضاريا. يقول له طيب ما ده مش جديد يعني، مفيش حاجه اتغيرت. بيقول له ايوه يا عم بس مش طبيعي كل يوم كده الواحد يجي مش طايق نفسه. وبيجي لهم بقيه الشله وبيقول لهم خلاص يا جدعان مستحيل ولا واحده اصلا من البنات دول يبصوا لنا، لان هم عندهم مدرسه مرموقه وعاليه ومدرستنا بيرموا فيها الصيع وخلاص. بالظبط كده هم عاملين زي البنزين والنار. وبيبان على رنتارو اللي هو بدا يتوتر لان في حاجه حصلت عكس اللي هم متوقعينه خالص. بيلاحظوا ان هو مخبوط في راسه، فبيسالوه عن ايه اللي حصل، ما بيردش عليهم، وبيستغربوا اكتر لما بيلاقوا الستاره اللي جنبه مقفوله على غير المعتاد يعني، فبيتوتر اكتر منهم. وبيقول له صاحبه اللي قدامه ايوه انا عارف انت شكلك قفلتها عشان تبطل تبص على المبنى اللي جنبنا من كتر ما هو بقى مقرف. بيتعصب على رنتارو وبيقول له مش بالظبط كده يا متخلف. وكل اللي في المكان بيستغربوا ردة فعله طبعا لان ده مش طبيعي بالمره، وهو بيتاسف لهم وبيتحجج ان الشمس كانت حرارتها عاليه فقرر ان هو يقفل الستاره. فبيقول له صاحبه غريبه يعني مع ان كل يوم الشمس حر ومش شايفه غير قفاك. بيقول لهم قشطه انا بتحجج وجاي لي مزاج اقفل. وبيقفلوا على الموضوع ده بقى. هو اثناء الدراسه ما بيكونش مركز في اي حاجه خالص غير من منظر كوراكو لما انبهرت اول ما شافته، على عكس هو لما اتخض، وانه لما قفل الستاره دي كانت حركه غبيه جدا منه. والموقف بيقعد يتعاد بقى كل شويه في دماغه يعني انت فاهم. ساعتها بقى بيجي له لحظه ادراك ان هو طب ما حلو ده، هي لو ما جتش التاني ما حدش هيعرف عننا حاجه وبالتالي مش هتسبب لها في مشاكل زي ما حصل قبل كده. ده غير فضيحتنا اللي كانت ممكن تبقى بجلاجل في المدرسه. وفي اخر الحصه بيطلب منه اصحابه ان هم يخرجوا بعد المدرسه يصيعوا شويه في الكايرو. فبيبص الاول في التليفون ويشوف امه بعتت له حاجه ولا لا، ولما بيلاقيها مش طالبه منه حاجه بيقول له قشطه هنروح فين بقى. وده بيبين قد ايه هو بيحب امه وبيفكر فيها قبل اصحابه. انا مش فاهم انا بحلل ليه، بس على الله استفيدوا مني بحاجه يا اولاد. وهم خارجين بقى بيقول له صاحبه اما انا كتبت مقطوعتين راب يا لاسين وحاسس ان انا اول ما هغنيهم هيكسروا الدنيا. وفي وسط النجوميه دي بقى بيلاقوا المدرسه كلها واقفين قدام البوابه ومحدش فيهم خرج اصلا، وبيبصوا على حاجه مش عارفين هي ايه. فلما بيروح رنتارو وصاحبه يعرفوا بيقولوا لهم ان في بنت واقفه قدام مدرستنا مستنيه حد، والبنت دي مين؟ ايوه هو جوري السحتوت. وساعتها بيطلع لها اجمد واحد فيهم طبعا وما بيصدق بقى يتمشكل مع واحده وبيقول لها انت ازاي يا بنت انت تقف قدام مدرستنا كده، ما تعرفيش ان دي مدرسه اعمامك ولا ايه؟ وده طبعا غل بسبب اللي بيشوف منهم كل يوم. والبنت يعني بتقول له انها واقفه مستنيه احدهم، وبيصيح فيها وبيقول لها احدهم ده يطلع مين احدهم ده انطقي. وما بيكملش كلامه وبيجي رنتارو ويشيله من قفاه وبيطلب منه ما يخوفهاش وبيتاسف لها بالنيابه عنه. وبيقول له صاحبه انت طلعت تعرف حد من مدرسه شيديرو يا اسطى؟ وفجاه وبدون اي مقدمات بيعيط وبيبدا يندب حظه بقى لانه غيران وبيقعد يقول انا عايز حبيبه دلوقتي. مش فاهم انا حبيبه مين يا ابني؟ وفجاه بيجي اتنين من اصحاب كاراكو وبيجروا عليها وبيقولوا لها بتعملي ايه هنا يا بنت؟ المفروض ما تكونيش واقفه في المكان ده خالص. مش عارف كانها على حدود المكسيك. والمشهد هنا بيكون غريب جدا لان بنات المدرسه بيقعدوا يهزقوا في المدارس بلبس ويستحقروهم على الموقف اللي هم فيه، يعني حاجه غريبه جدا. وقبل ما البنات بيمشوا صاحبنا بيقول للبنت طب انت خبطت فيا مش هتجيبي رقمك؟ طب اتاسفي طيب. ولسه هيمسكها بتنفر منه كده وبتقول له اوعي ده كلا يا جربوع يا ابني. ورنتارو وكاراكو طبعا بيكونوا في دنيا تانية خالص. وهم مروحين بيسالوا اصحابه بنت مين دي وكانت عايزه ايه؟ فبيقول لهم انا مال اهلي، انا كده كده بكرههم كلهم. ورنتارو ورا واقف مع دماغه وبيقول معقوله البنت دي كانت جايه عشان تستناني انا؟ لا 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 اكيد تعرف حد تاني. يا ذكائك يا اخي. هو اصلا كل ده بيداري على التوتر والموقف اللي هو كان فيه. ولما اصحابه بيبصوا له بيستغربوا لان شكله متغير وسرحان خالص ومش معاهم، وركزوا معايا بقى على صاحبه ده وبيسيبوه بيمشوا. وبيقول لنفسه اللي حصل ده المفروض ما يتكررش تاني ولازم نبطل نتقابل علشان ده هيبقى احسن ليا وليها. وطبعا بيروحوا الكايروكي زي ما اتفقوا مع بعض، وصاحبهم اللي بالمناسبه اسمه أس بيرزع لهم المقطوعتين اللي كان كاتبهم وبيقعد يندب فيهم حظه طبعا. وفي وسط الليله دي صاحب رنتارو اللي قلت لكم ركزوا عليه لانه شكله مش متخلف زيهم بيسالوا اذا كان في حاجه حصلت مؤخرا هو مش عايز يقول له عليها او مخبيها عليهم يعني. والتانيين بيقولوا له ايوه لان تصرفاتك الفتره الاخيره ما كانتش عجبانا بصراحه. وبيقول له احكي لنا يا صاحبي همومك واحنا هندرها لك. فبيفكر في الحته الصغننه وبيقول لنفسه
نفسه طب اقول لهم ولا ما اقول لهمش، وهستفيد ايه اصلا لو قلت لهم، وهل الموضوع ده مستاهل ان انا اعرفه لحد، لان عارف ان اصحابه الثلاثه ما بيطقوش حد من المدرسه اللي جنبهم، فقرر يخبي عليهم علشان ما يعملش ازعاج وفي نفس الوقت ما يضايقهمش وكمان ما يضايقش كورك. والاتنين دول بقى بيقولوا له خلاص يا معلم، وقت ما تحب تقول لنا احنا هنسمعك. وصاحبنا ده بيكون مستغرب من سخافتهم، بس رنتارو بيطمنه وبيقول له انا تمام يا صاحبي وكله تمام يعني، وما تقلقش من اي حاجه. انا اللي مش تمام يا اسطى، ما بتسالش فيها ليه؟ وهو مروح بقى اخر الليل بيلاحظ ان المحل بتاعهم لسه مفتوح، مع ان هم المفروض بيقفلوا بدري عن كده. ولما بيدخل بينصدم لما بيلاقي كوراكو بتكون قاعده لحد الوقت متاخر زي ده مستنياه. لا لا لا، بيكون عايز يقول من جواه كده يا بنتي انت ايه اللي جابك هنا، بس بتقطع حبل افكاره وبتعتذر له على الدوشه اللي حصلت قدام المدرسه بسببها، لانها كانت مفكره ان العلاقه ما بين المدرستين مش هتبقى سيئه للدرجه دي. فبيقول لها ابدا ولا تعتذري مني ولا بتاع، ارفعي راسك يا استاذ. وامه بتقول له لما تتاخر عليا تاني بعد كده ابقى عرفني، لان البنت بقالها كتير قاعده مستنياك، وبتعزمها على كيكه من اللي فاضله عندها لو كانت هتقعد شويه. ولسه بتقول لها انها هتمشي علشان متاخره، بس بطنها بتفضحها كالعاده يعني. هو بيقعدوا يضحكوا عليها وبتبقى في قمه الاحراج، وفي الاخر بتقعد تاكل طبعا. ورنتارو بيلاحظ انها بتبقى في قمه السعاده وهي بتاكل حلويات، وبتساله على صاحبه اللي كان بيعيط، فبيقول لها انت قصدك على اسس؟ لا هو بس الجفاف العاطفي اللي عامل فيه كده. ها والله هو اللي بيتفرج علينا دلوقتي. وبيسالها بقى هي ليه جت قدام مدرستهم، بتقول له علشان اشوفك يا رنتارو. فبيعرف وقتها انها ما كانتش مستنيه حد تاني، وبتقول له اكيد ده مش هيحصل تاني يعني علشان ما يتشكش في امرنا. بيقول لها هو هيبقى في تاني اصلا؟ وبيتلعثم كده وبيقول لها انا اصلا لما شفتك كنت مبسوط، قصدي كنت مخضوض وحاجه يعني قمه الاحراج. وبيقول لها انه اصلا ما بيعرفش يتكلم قدامها خالص، فبتقول له بعفويه قول اي حاجه انا هبقى مبسوط. وبيفضلوا شويه كده بقى محسسين من بعض وحاجه يعني قمه الاحراج. وبيقول لها المفروض يعني ان احنا ناكل الكعكه اللي قدامنا. بتقول له ايوه صح عندك حق. وبقول لها بصراحه انا ما كنتش متوقع ان انت هتيجي المحل. فبتقول له علشان انا جيت من غير ما استاذن يعني. بقول لها ابدا انا فكرتك اصلا مش هشوف وشك تاني. فبتزعل كده وبتقول له ده ليه يعني. فهو هنا بيقول لها لانك طبعا من مدرسه مرموقه، وما اظنش ان واحده من مدرسه الهاي سكول دي هتيجي علشان تشوف واحد زيي، وفكره اننا نبقى مرتبطين دي هيعمل لك مشاكل كتير كتير. وعلى عكسه تماما، لانها بتقول له انها اصلا كانت مبسوطه ومفكره انه هيبقى مبسوط ان هو في المدرسه اللي جنبها، وبتسيبه وبتمشي علشان الوقت اتاخر. وبتقول له انت عندك حق احنا مش هينفع نكمل فعلا، وبتسيبه بقى واقف في مستنقع افكاره. ولو لاحظنا هنا هي ما مشيتش علشان الوقت متاخر، هي كانت زعلانه فعلا، بدليل انها ما كملتش الكيكه بتاعتها. تدخل عليه امه وبتقول له يا مشيت انت سبتها تمشي لوحدها. فما بيردش عليها وبيبص عليها بملامح غريبه جدا كانه هيكل عظمي. فبتجري عليه امه وبتقول له يا ابني انت سامعني، تعالى تعالى احنا لازم نتكلم. وبتاخده بقى وبيطلعوا فوق، وبيكون حكى لها كل حاجه طبعا حصلت من اولها لاخرها. فبتسكت كده وفجاه بتلسعه في وشه وبتقول له بص انت هتروح تحصل وجري دلوقتي علشان اللي حصل لها المره اللي فاتت لما كانت مروحه في الوقت المتاخر ده، لو حصل لها تاني انا مش هرحمك سامع يا. فبيقول لها ان البنت قالت له انها سعيده انها عرفته، ومن ناحيه تانية قالت له انه مش هينفع نكمل، فهو ما عادش فاهم اي حاجه في اي حاجه. فبتقول له يا ابني حبيبي ما تاخدش كل حاجه من منظورك انت بس، وتعامل البنت زي ما الناس عاملتك بسوء ظن منك، لانها ولا مره غيرت موقفها معاك، فانت ليه مصمم تبوظ اللي بينكم بسبب ان هي من مدرسه اصحابك ما بيحبوهاش؟ وهل هي لما عرفت ان انت في المدرسه بلبس قالت لا خلاص ده عيل جربوع مش هينفع ان انا صاحبه؟ بالعكس دي قعدت معاك وجات علشان تتاسف لك تاني. انت عايز ايه تاني؟ ساعتها بقى بيضرب نفسه بعد ما بيفهم كلام امه، وبيقول له نفسه انا فعلا غبي لان انا كنت بعملها على اساس انها من مدرسه مستحيل نبص لها، مش على انها وجري اللي اتعرفت عليه. وبيشكر امه بقى، وتاني يوم بيروح يستناها هو قدام مدرستها، ولما بيشوفها بيعتذر لها لانه احرجها وزعلها منه واذاها. بتقول له اذتني ازاي يعني؟ بيقول لها لما مشيت امبارح كان باين عليك انك زعلان. فالبنت بتبقى في قمه الاحراج وبتعيط منه في نص الشارع وما بيكونش عارف يعمل معاها ايه. وبيقعدوا بقى يتاسفوا لبعض كتير، وانا ماليش خلق الحاجات دي بصراحه. وبتقول له قد ايه انت طيوب يا واد رنتارو، يا عيني يا ابني شوف وشك انت من ساعه ما عرفتها وكل يوم خبطه جديده. وقتها بقى بيشرح لها اللي هي ما كانتش فاهماه، وبيقول لها اصحابه دايما كانوا بيتكلموا عن مدرستها بالسوء وقد ايه هم مش بيحبوه، وهكذا الطرف الاخر برضه. فتعودت على ان الاتنين ما بيحبوش بعض، وده خلاني مش قادر اتقبل ان انا اعرف واحده من مدرسه كيوكو. المهم يعني لو عرفوكي ممكن جدا يخوفوكي زي ما عملوا الاتنين المتخلفين قبل كده، وده هيعرضك للخطر اكتر. بيقول لها انسي اللي انا قلته، انا كنت غبي، انا كنت شاغل دماغي بالمدرستين ونسيكي انت، انا كمان كنت مبسوط لما شفتك يا قدري. فخلاص كانت هتعيط بس بتقوم وبتبقى كويسه وبتقول له خلاص انا صالحت، وبكده نكون استبينا يعني. واهم حاجه بقى اننا ما ندخلش مدرستي ومدرستك ما بيننا، لان انت اللي تهمني في كل دول يا رنتارو، وحاجه يعني قمه وبعد كده بقى بيتاسف لها في التليفون على انه قفل الستاره في وشها امبارح لا يكون
ده هتضايقك ولا حاجه؟ بتقول له لا انا اصلا ما خدتش بالي. ولو لاحظتوا هتلاقوا هما الاثنين واصلين المدرسه بدري جدا ومفيش غيرهم اللي موجود في المدرسه. هتسالني بقى ليه يا راوي؟ هقول لك ده يا حبيبي علشان لما كاراكو تفتح الستاره ورنتارو يشوفها ما يلاقوش حد يضايقهم، وبيلوح لها بايده وهي من بعيد بيكون شكلها عبيط جدا، وبيقول لنفسه انا ايه اللي وصلني لكده بس يا رب، خلاص بقى في واحده بقت مهتمه لامره ومحدش قده يا عم. بعد كده بقى وفي وسط اليوم بيكون هو صاحبه أس هيموتوا من الحر، فبيقترح عليه صاحبه بقى ان هم ينزلوا يتهووا شويه او يشوفوا لهم تكييف على اساس ان مدرسه بلبس فيها مكيف يعني. وهم نازلين أس بيفتكر ان في مهرجان رياضي الشهر ده وبيقول له احنا محتاجين نشارك فيه علشان نفوز، فبيروحوا جري للمدرس علشان يشاركوا او يقدموا، وبيقول لهم انتوا الاتنين بالذات ما ينفعش تشاركوا في المهرجان الرياضي، واظن انتم الاتنين عارفين السبب كويس. وبيكونوا هما الاتنين يا عيني واقفين متصنمين، فبيفهمهم المدرس ان اي حد هيسقط في امتحان نص السنه هيتم حرمانه من الميراث، قصدي من المهرجان الرياضي، لحد ما يمتحن، ولو نجح هيقدر يشارك عادي جدا. فبيقولوا له احنا اصلا لسه ما امتحناش علشان تحكم علينا، فبيقول لهم السنين اللي فاتت كانت بتحكم يا باشوات وانتم شايلين كل المواد. فبيقول له أس بقى واحنا ايش ضمننا ان احنا ننجح اصلا في الامتحان ده؟ فبيقول لهم المدرس بكل بساطه نجحت في مهرجان، ما نجحتش ما فيش مهرجان. وبيقول له أس ساعتها على جثتي، ولكن ساعتها ما بيكونش قدامهم خيار غير ان هم يذاكروا علشان يعدوا علشان يشاركوا في مهرجان بتاعهم. وبيطلعوا بقى الفصل التاني وبيكون أس قاعد ماسك دماغه وعمال يقول اه يابا ياما ياني، وبيقعد يحسب بقى هو هيذاكر كام ساعه في اليوم لانه في حياته ما عادش 10 دقايق على الكتاب. ايوه هو اللي بيتفرج عليه دلوقتي. بيمسك صاحبه ساكو بقى وبيقول له انت هتساعدني في المذاكره صح؟ احنا اصحاب يلا وهنذاكر سوا يلا صح؟ فبيقول له ساكو اوعى على بطل تلزق، عملت معاك كده السنه اللي فاتت وبرضه سقطت. بينما رنتارو بيكون قاعد يذاكر فعلا ما شاء الله يعني، ولكن المصيبه انه ما بيكونش فاهم اي حاجه، وبيطلب من صاحبه ان هو يشرح له الجزئيه دي من الكتاب. فبيقول له انا ذاكرتها كتير بس ما قدرتش افهمها برضه، ولو عايز فعلا المساعده فممكن تطلبها من ساكو لان هو انسب واحد فينا. وبيجي أس من وراها وبيقول له عامه بقى لو مش عايز تخلينا نشارك في المهرجان فاحنا هنذاكر لوحدنا، مش عايزين من خلقتك حاجه. وساكو هنا ما بيصدق وبيقول له اعمل اللي انت عايزه، وريني دماغك بقى توصلك لفين. وفي وسط الليله دي بقى امه بتبعت له وبتقول له ان النهارده هو يوم الخصومات في المحل، فلو تقدر تعزم واجوري النهارده مفيش مشكله. وفعلا بيحاول ان هو يبعت لها ولكن بيكون متردد كتير، بس في النهايه بيبعت لها يعني، وبيكون طول الحصه قاعد بقى مستنيها ترد، ولكن في لحظه ادراك كده انه ممكن ما يكونش مسموح استخدام الهواتف في مدرسه كيوك، ولكن بتبعت له بتعتذر منها يعني مش هتيجي علشان مشغوله اليومين دول وكده. فبيحس بالاحباط بعد اللي حصل، وبيقطع صاحبه حبل افكاره وبيقول له يلا بينا يا باشا نروح المكتبه علشان نبدا شيفت المذاكره. وبيعرفوا بقى ان هم هيقدروا يعدوا الاختبار ده بدون مساعده ساكو طبعا، وبيقعد يحمسه وبيقول له احنا قدها يلا مش ناقصين خلايا مخ عنه ولا حاجه. وعند اول مساله دماغه بتقع، بيقول له رنتارو انا بقول يا اسطى ان احنا نروح نصالح ساكو احسن ونبطل عند، لان هو الوحيد اللي كان بيذاكر لنا السنه اللي فاتت. فبيقول له فعلا واحنا قعدنا نذاكر وفي الاخر سقطنا. فبيقعد بقى رنتارو يحفزه وبيقول له احنا هنشارك في مهرجان السنه دي ولازم نفوز بالبطوله، كده لازم نكون كلنا موجودين سوا. فبيقول له عندك حق انا هروح بقى صالح ساكو واجيبهم هما الاثنين واجي. ورنتارو بيكون مستغرب منه لان دماغه خفيفه خالص. وبعد ما بيعدي حبه وقت بيكون رنتارو قاعد لوحده في المكتبه، وبتعدي 2 بنات وما بيلاقوش اي مكان يقعدوا فيه. فلما بيلاحظ رنتارو ده بياخد بعضه وبيمشي علشان هما يقعدوا في مكان فاضي، والبنتين بقى بيستغربوا فاهم انت، وبيقولوا شوفوا الواد الجامد اللي ساب لنا الكرسي وقام. وهو نازل بقى بيلاقي كوراكو تحت بتذاكر هي وواحده صاحبتها، فبيتخض بيقول لنفسه يمكن هي قالت لي انها مشغوله الشهر ده علشان بتدرس الامتحانات، بس مش باين يعني ان هما بيدرسوا بجديه كده ومقطعين نفسهم من المذاكره. وبيكون هو واقف طبعا بيتصنت عليهم، وبتقول لها صاحبتها اللي يشوفك وانت بترسمي الحاجات دي ما يشوفكيش وانت بتطلعي الاولى على المدرسه كل سنه. وهنا رنتارو بقى بياخد الصدمه فاهم، لان هو طول اليوم بيحاول يصالح صاحبه علشان بس يذاكر له، واخد بالك يذاكر له. وبيقول بقى لنفسه ان واجوري طلعت اشطر واحده في مدرستها على عكسي خالص، انا لو اتقارنت بمدرستي فانا في قاع الهامور، انا من اسوأ وادل الناس هنا. يعني الاتنين عكس بعض في الحته دي خالص. وبص بقى على اللي هيحصل، يرد بقى رنتارو بيبوس مخه خليه علشان يقدر يبطل تفكير في موضوع ان هو حاول يذاكر العام الدراسي اللي فات وبرده ما نجحش. وفجاه بيفتح عينه بيلاقي كوراكو في وشه، وبتقول له راقد بتعمل ايه هنا؟ بيقول لها انت مش كنت جوه بنتي ايه اللي طلعك دلوقتي؟ بتقول له انها شافته وهو معدي، تعرفش انه كان اصلا بيتصنت عليهم، بس مش ده السبب انها جاعت فقررت تطلع تاكل
بره. وبتساله انت فعلا جيت هنا علشان تذاكر؟ بيقول لها يعني حاجه زي كده. وبتعتذر له انها مش هتقدر تيجي في يوم التخفيضات. طب بيقول لها عادي بيحصل كل شهر يعني. بتقول له خلاص هحاول اجيبها على الشهر الجاي وبالمره اكون جمعت فلوس من الشغل لليوم ده. فبيقول لها هو انت شغاله وانت من عيله ثريه؟ فبتضحك عليه بقى وبتقول له انا مش من عيله غنيه ولا حاجه، انا دخلت المدرسه دي بمنحه دراسيه وده سبب من اسباب تفوقي في المدرسه، علشان كده مش عايزه انزل عن المركز الاول في الصف. ورنتارو بقى عينه بتكون هتدمع من التاثر وبيقول لها المركز الاول على التوالي؟ ما شاء الله ربنا يحفظك يا بنت. وبتقول له عارف يا واد رنتارو اخر فتره ما عدتش بشوف النوم ده بسبب المذاكره للامتحانات، هو قاعد ببقى في الفصل بقعد اقرص نفسي كده علشان ما انام. وبتقعد تقول له بقى انا وانا وابويا اللي جابني هنا، علشان كده مش عايزه اخيب ظني فيه وما اطلعش الاولى كل سنه. وبتعرفه ان الحاجه الوحيده اللي بتتطور عندها من ساعه ما دخلت المدرسه دي هو كبريائها. عارف والله عارف النماذج بتاعتك دي كترت في البلد. وخلاص بقى يعني هي بتفتح له قلبها وبتحكي له عن قصتها وكده. فبيفهم بقى ان الدنيا مش زي ما هو كان شايفها وانه لازم يبص للدنيا بنظره تحتيها سيكه اكتر من كده، لانه كان دايما الشخص اللي بيعمل في الناس اللي بيكرهه لنفسه. والحقيقه ان كل ما بيقعد معاها بيكره ذاته ومعناه علشان بيحس ان هو بيعمل حاجات كتير غلط ومش فاهم اي حاجه في الدنيا. وخلاص بقى بعد ما مدركات عقله بتتوسع بيطلب منها انها تساعده في المذاكره وبيعرفها انه لو وصلت في الامتحان بتاع منتصف السنه ده تبقى عاقبته وخيمه، والمره دي بالذات بقى هو مش عايز يسقط ومش عايز يستسلم زي كل مره. وهي اصلا بتكون بصاله وشايفاه دلوقتي عبيط انا عارف. وبيقول لها وقت ما تكوني فاضيه يعني اي وقت من اوقات فراغك ده، لو كان عند حضرتك وقت فراغ اصلا، هي بتتلاشى كل اللي اتقال ده وايه بقى بتعزم عليه بموتش. وبتقول له قشطه هتصل بيك اول ما ابقى فاضيه وهنعمل شغل عظمه، بس انت بس شد حيلك ومش عارف ايه كده وكلام كتير كده. في اخره بتظهر شخصيه جديده وبتسال كوراكو مين اللي هي واقفه معاه ده. وطبعا بقى فتاه ذات الشعر الفضي والعيون الارجوانيه، فهي بالنسبه لرنتارو اجنبيه واخد بالك. ايوه هو بيفكرها اجنبيه وبينبسط من شكلها. وبتساله اذا كان من مدرسه بلبس ولا لا، فبيقول لها ايوه. ولما بتعرف ده بتطلب منه ان هو ما يتعاملش مع كوراكو خالص. وبتعرفه انها مش عايزه اي حد من مدرسه بلبس يقرب منها، والشخصيه دي جايه علشان تعامل كوراكو على انها الداده بتاعتها الكوتي جارد بتاعها. وبتحاول كوراكو تفهمها اللي ما بينهم، بس بينادي اصحاب رنتارو عليه، ولما بيشوفوه واقف مع بنات يعني بيروحوا له يعني طبيعي. وطبعا أس ما بيصدق هو بقى في المواقف دي وبيقول لهم في ايه مزعلين صاحبي في حاجه ماسكين عليه زل عشان توقفوه معاكم كده؟ اصل انا ما صدقش يعني ان هو ممكن يبص لحد من مدرسه كيوكو. وطبعا رنتارو ما بيكونش عارف يعمل معاه ايه. فبتقول بنت ذات الشعر الفضي خلينا نمشي من هنا بعيد عن المتسولين دول. فبقول لها أس متسولين مين يا بنت انت؟ بس بيستغرب لما بيشوف واجوري لان دي نفسها اللي كانت واقفه قدام مدرستهم ولسه بيقرب يعني عشان يشبه وكده. بيوقفوا رنتارو فجاه وبيستغرب هو عمل كده ليه اصلا وحاول يبعد صاحبه عنها ليه، لان اصلا ما كانش هيعمل لها حاجه. وبيفضوا الموضوع بقى وبيمشوا وهم ماشيين. صاحب رنتارو بيكون عايز يتخانق معاهم يعني فاهم، بالذات مع البت ام شعر فضي وكلام كتير كده. اخره طبعا ان رنتارو بيفهم صحابه ان البت دي هي اللي كانت قدام المدرسه وهو قابلها في المكتبه وكان بيعتذر لها لو كان خوفها يعني وكده. وبيعترف ان هو اللي راح وكلمها الاول وهي ملهاش علاقه بيه خالص. وعلشان اثبت لكم ان اسوس ده دماغه خفيفه بيقولوا صاحبه وقتها على فكره انت اللي خوفتها مش رنتارو. فبدل ما اسوس كان هيتخانق معاهم بيروح يتاسف لها بعد ما بيحس بالذنب، وهي كمان بتعتذر لهم على الدوشه اللي هي عملتها وقتها. وصاحبتها بتكون هتتجنن ازاي واحده من كيوكو تعتذر لعيال من مدرسه بلب يعني دي كارثه. ولما بيمشوا بقى بتقول لها انت ازاي تعتذر لعيال همجيين زي دي بيعملوا اي حاجه من غير ما يفكروا فيها وحاجه يعني قمه الانبطاح. بس بعد ما بتستوعب بتسالها اذا كانت بتكلم الولد ابو شعر اصفر ده لانها شافتهم هما الاثنين بس في الاول. وبدل ما واجهه تنكر بتقول لها كلام كويس عنه وعن اصحابه، فصاحبتها بتحس بالاحباط من ناحيته وان دي مش حاجه حلوه انها تبقى واخده فكره زي دي عنهم. بالمناسبه الشخصيه دي اسمها سالي. تاني يوم بقى بيكون رنتارو قاعد بيطبق على اللي صاحبه علمهوله ولكن ما بيكونش عارف يحل اي حاجه. عامه ده منطقي جدا لانه بيحل رياضه انا سبتك في الثانويه تجيلي في الانمي. وبعد ما بيقعد يتخانق مع نفسه كتير بقى ومع دماغه بتجيله رساله من كوراكو او واجوري بتطلب منه ان هم يتكلموا الوقت ده والساعه دي. ولما بيرد عليها بقى بتعرفوا انها بتكلمه علشان تعتذر له على اللي صاحبتها عملته معاه، انها كلمته بطريقه مش كويسه وكده يعني. وبتحاول تقنعه انها بنت كويسه جدا مش زي البنات اللي موجودين هنا صدقني. وانا مش هصدق لا. وهو بيقول لها ما حصلش حاجه اصلا عادي. وبتكلمه يعني بخصوص اللي حصل معاه ومع اصحابه وان اسوس ده مصيبه زرقاء وما ينفعش يظهر في اي موقف من المواقف اللي زي دي. وكلام كتير فيه فراشات كده. اخره انه كان جامد موت وهو بيحوش عنها صاحبه فاهم انت. وبتسيبه مع دماغه وبيقعد يقول بقى لنفسه انا كنت جامد ياه انا عمري ما حد قال لي كده قبل كده. بقى بتنديله من سماعه التليفون وبتتفق معاه بقى على يوم السبت ان هم يقعدوا فيه علشان يذاكروا وكده. فبيسالها هي ليه بتعاملوا بطريقه رسميه كده، وبتقول له لان انا زبونه في المحل عندكم وتعودت اتكلم معاك كده. فبيقول لها يعني انا مجرد شخص شفتيه بالصدفه في محل الحلويات يعني احنا ما فيش بينا اي حاجه يا سعاد. بحس بقى في طي
طريقه كلامها ان هو دايما في مسافه ما بينهم، على عكس اللي هي كانت اصلا بتحاول توصله. وطبعا ما بيقولهاش اي حاجه من الكلام ده لانه ما يقدرش، كل ده بيحصل في دماغه بس، وبتشجع بس وبيطلب منها انها تبطل تكلمه بطريقه رسميه. وبيقعد يفكر بقى يا ترى شكلها كان عامل ازاي وهي بتكلمني، لانه كان بيسرح كتير وما قالش كلام مفيد يعني، وبيكون عنده فضول يعرف الكائن اللي كلمه ده كان مبسوط ولا مقروف ولا نظامه ايه. الناحيه التانيه بتكون كوراكو كسرت حاجز التوتر علشان تكلمه، وبتقعد بقى تقول يا رب ما يكون حاسس ان انا مدلوق عليه وبتاع. وبنروح بقى لسالي اللي بتكون قاعده وقدامها صورتها هي وكوراكو وهم صغيرين، والظاهر ان معرفتهم اكبر من ان هم اصحاب في المدرسه، وده كان ظاهر عليها في اول ظهور ليها من شويه. وليه اصلا هي ما ظهرتش من الاول؟ يعني حاجه غريبه جدا. تاني يوم بقى بيسهر انتارو بدري جدا، وبيكون هو نفسه متضايق من حاجه زي دي. وطبعا اول حاجه بتيجي في باله وهي الصغنن، لان ده هو اليوم اللي هيقعدوا يذاكروا فيه سوا. وفي الطريق بقى ليها بيقعد يسال نفسه هل هو كده شكله مناسب كفايه ولا انا عبيط ولا ايه، مش فاهم. ولما بيخرج وبيبص في الساعه بيلاقي ان هو وصل بدري شويتين، وبيكون مفكر ان هو هيستناها كتير كده، بس لما بيطلع بره المحطه بيلاقيها بره مستنياه، وبتقول له انها وصلت بدري فعلا وكانت مفكره انها هي اللي هتستناه. وبيروحوا بقى مقهى وبيقعدوا ياكلوا، والمفروض ان هم يذاكروا يعني في المكان ده. وبعد ما بيخلصوا اكل بيبداوا فعلا بالمذاكره، ورنتارو بيقول لها بصي اهم حاجه الرياضه، وبيوريها الجزئيه اللي هو ضعيف فيها، فهي بتقرب منه علشان تشوفها. وبيفضلوا بقى شويه مبلمين لبعض. انا بقول المشروع ده هيفشل من اوله، وبتتاسف له انها قربت منه ما كانش قصدها. بيقول لها عادي ولا يهمك، ذاكر بقى يعني نذاكر. وهو يا عيني ما بيكونش مركز في اي حاجه بسببها من كتر ما هو متوتر. وبعد كده بتساله هو انت ليه مش عايز تجيب درجات وحشه المره دي بالتحديد، جايب العزيمه دي منين يا ابني؟ فبيشرح لها ان هو لو ما نجحش في امتحان نص السنه في مهرجان هو عايز يشارك فيه مش هيقدر يخش، ده غير ان هو هيضطر يكثف دروسه الخصوصيه علشان يعدي بعدها. فعلشان كده هو ده السبب اللي مخليني عايز اذاكر عشان اشارك مع اصحابي في المهرجان. وبيكون ده بالنسبه له قدامها سبب عبيط جدا. هي بتقول له لا ولا عبيط ولا حاجه جامده موت، انا شايفه ان دي فرصه كويسه جدا لان المهرجان ده هيبقى حلو، وشكلك كده بتحب اصحابك اكتر من حبك للنجاح. فهو بيقول لها معلش يعني حب من انهي نوع؟ فبتقول له عادي انا كمان بحب صحباتي وبالذات سالي. ومن هنا بقى نبدا نعرف قصه سالي، وفكك بقى من المذاكره بلا مذاكره بلا زفت. فبتحكي له بقى ان هي صديقتها من الطفوله من وهم صغننين، ومن ساعه بقى ما هم جم المدرسه دي وهي مش عايزه تقرب من اي حد خالص علشان ما تعملش مشاكل ليها ولا لوجهري. وبتقول له انها مبسوطه انه ما جابش سيرتها يعني لما اتكلموا فون، علشان كنت مفكره انك هتسبه وتلعن فيها لانها هزقتك وكده فاهم. هو بتشكره على حاجه زي دي يعني وكده. وبص انت على ودانه وقفاه من الخجل بقوا عاملين ازاي يا بنت، الواد بيستحي. وفي اخر اليوم بيقول لها انا حرفيا عمري ما قعدت الوقت ده كله اذاكر اصلا يا اسطى، انا لو مكانك ما كنتش روحت. ولما بيوصلوا عند المحطه بيشكرها على المجهود اللي هي بذلته معاه، وبتديله مذكره فيها كل النقط المهمه اللي هم ذاكروها لانها كانت بتكتبهم طول الوقت ده. وركز يعني ركز بقى ايه على المذكره دي. وبتقول له ده علشان تقدر تروح المهرجان مع اصحابك وان شاء الله هتنجح وتروح وتحكي لي اللي هيحصل يعني هناك فيه. ورنتارو يعني خلاص يعني بيكون هتدمع من التاثر، فبتقول له ان القطر بتاعها خلاص قرب وبتسيبه وبتمشي. وهي ماشيه بيشكرها مره اخيره على كل اللي هي عملته معاه، فبتقول له بالتوفيق يا كوتي. رنتارو بقى بيقول بعد كده انا مستحيل ارسب في الامتحان، يعني لو حصل ابقى بني ادم براس بخاخه. بيرجع تاني للقطر بس بتفاجئه سالي وبتمسكه من قفاه وبتقول له احنا محتاجين نقعد ونتكلم وخلي بالك من البصه دي. وهو ازاي العبيط بيروح معاها، وكل اللي كان داير في دماغه ان هو ازاي مشي ورا بنت من غير ما يقول اه او لا، ويمكن علشان هي ادتها له في وشه وقالت له محتاجين نتكلم على طول كده. وطبعا ما بيكونش مستريح للمقابله دي. وبص بقى انت فتحت الموضوع بايه، وبتقول له هل انت حبيب كوراكو؟ وهو من الصدمه بقى بيوقع القهوه على ايده وبيتلسع، فاهم من كرامها بتديله منديل. وبيقول في نفسه البنت دي اللي شكلها مختلف كده عن اول مره شفتها فيها، هاديه وبتتعامل بكل كاريزما كده، انت ازاي كده يا بت؟ وبتساله عن اسمه فبيقول لها، وبتعرفه بقى انها سالي، عارفين والله يا اخت، وانها زميله كوراكو بقى في الفصل. فلما بتقول له اسمها بيفتكر يوم الخناقه لما صاحبه كوراكو قالت لها ان سالي لو كانت موجوده هنا كانت عملت مشكله معاك. مش بقول لكم الشخصيه دي جايه علشان تبقى الكوتي جارد بتاع كوراكو. المهم يعني بتطلب منه ان هو يجاوب على سؤالها، فبيقول لها تقصدي ايه يعني انا مش فاهم، اول مره اسمع الكلام الغريب ده. فبيقعد يفكر في كلامها كده شويه، وبيدرك بقى فعلا ان هو ايه بالنسبه لكوراكو، هل هي زبونه عندهم في المحل ولا صديقته ولا ايه بالظبط. وبتقول له انتوا تعرفوا بعض من قريب صح؟ فبيقول لها ايوه. بتقول له حلو قوي، الموضوع كده بسيط جدا، وكل المطلوب منك انك ما تقابلهاش تاني ولا تشوفها وتعمل نفسك عبيط لو هي كلمتك. فبيقول لها لا مؤاخذه يعني ده علشان انا من مدرسه بلبس. بتقول له ايوه. فبيقول لها انا عارف ان العلاقه ما بين المدرستين زي الزفت ومحدش بيطيق التاني، بس ده
ملوش علاقه بينا. بتقول له انا فاهمه كل الكلام ده، وكان واضح من شخصيتك لما قابلتك في المكتبه لان انت شخص كويس يعني، على عكس اللي انت شفته مني انها هزقته وكده. وهي بتتاسف له يعني، وبتعرفه ان ده بسبب كرهها لمدرسه بلبس وكرهها لصنف الرجاله برضو عامه، وانها لما شافتهم هما الاتنين مع بعض اتخضت. بقول لها اتخضيت ازاي يعني لا مؤاخذه؟ بتقول له خفت لحد من مدرسه كيوكو يشوفكم ودي هتبقى مصيبه زرقاء، لان المدرسين بتوع مدرسه كيوكو بيكرهوا طلاب بلبس اكتر من الطلاب بتوع كيوكو نفسهم. فاهمين انتوا ازاي ولا اعيدها لكم تاني؟ المهم المدرسين بتوعنا اللي ما بيحبكوش دول لو عرفوا ان واحده زي كوراكو متفوقه الشطوره على علاقه بطالب من مدرسه بلبس، انت فاهم ده ممكن يسبب لها ايه؟ فبقول لها اصلا يعني انت مهتمه بموضوعنا قوي كده ليه؟ تقول له انت اصلا تغور في ده يالا. المهم صاحبته بيعدي طفل من جنبهم وبيقع على وشه، فسالي بتنزل تساعده، والولد بيقول لها ان لون شعرها جميل وروش جدا، وامه بتقول له عيب يا ولد انا علمتك تقول كده للنسوان، اشكرها الاول وبعدين عكسها. والمشهد ده بيحصل طبعا علشان تبدا سالي تتكلم عن ماضيها وعلاقه شعرها بصديقتها الصدوقه لما كانوا صغيرين، والولاد كانوا بيتنمروا عليها دايما وعلى شعرها اللي لونه غريب، وده كان عامل لها عقده نفسيه وما كانتش بتعرف تعمل اي حاجه غير انها تعيط. ولكن الشخص الوحيد اللي كان بيساعدها في انها تخرج من المشكله دي هي كوراكو، اللي كانت بتقول لها نفس اللي الطفل ده قاله لها وكانت بتدافع عنها. ومن ساعتها وهي بتعتبر كوراكو الهيرو بتاعها، ومن وقتها بقى وهم مع بعض، فده مخلي ما بينهم حاله ترابط مش طبيعيه. ما تقول ان انت غيرانه يا بنت وخلاص. فبيعرفها رنتارو ان كوراكو كلمته عنها والكلام الكتير ده، فهي بتصيح فيه وبتقول له اسمع يالا انت لازم تقطع علاقتك بيها اصلا، انت تعرف ايه عنها اصلا يالا؟ انا اللي اعرفها من زمان، بنتي دي تخصني، وهي ما دخلتش مدرسه كيوكو بالسهل كده علشان انت تيجي وتبوظ لها مستقبلها، هي ضحت كتير فانت لازم برضو تضحي علشانها. وهي عارفه انه ممكن يكرهها بسبب كوراكو، بس هي بتقول له ان مفيش حاجه هتهمها طول ما هي بتدافع عن سعاده صاحبتها. ايه ده وانا اللي كنت مفكرك غيرانه، وكلام كتير كده يعني، اخره انها بتترجاه انه ما يقابلش كوراكو تاني لان ده هيعرضها للخطر وهيعرض مستقبلها برضو للكلام ده. وهنا رينتارو بيقعد يفتكر كلام اصحابه عن المدرسه، وان المدرسه دي للبنات الراقيه ومدرستهم للعيال الفقراء الهمجيين، وبيفتكر حبه مواقف بتثبت له كل ده وبصه الحقد اللي في عيون طلاب كيوكو، وبيفتكر في كلام صاحبتها سالي تاني وبيحاول يستوعبه، لان كوراكو الوحيده اللي عملته بطريقه تانية عن باقي البشر وحسسته بحاجات كتير هو ما كانش بيحسها. وفي الاخر بقى بيقول لها ان طلبها مرفوض ومش هيقدر ان هو يبعد عنها، وده بيصدمها وبيصيبها بالاحباط. وبتقول له انا كنت حاسه برضه انك هتقول كده، ان هي اصلا شافتهم هما مع بعض في المقهى وكانوا قاعدين، وده اللي خلاها تستنى علشان تتكلم معاه. وبيسيبها بقى وبيمشي وهي قاعده مع نفسها تقول ايه العبط اللي انا قلته ده، لان كلامها ما هزش رينتارو يعني وما جابش نتيجه معاه وكده. ورينتارو بيكون عايز يركز بس فقد التركيز جدا، وبيكون شاغل تفكيره سالي انها شخص مدي اهتمام لكوراكو غريب جدا، وبيحسد كوراكو على حاجه زي دي. وبيدخل المترو نفس البنتين اللي كانوا في المكتبه وبيقوم لهم رينتارو برضو علشان يقعدوا مكانه، فبيوقفوه المره دي بقى وبيشكروه على اللي عمله في المكتبه، فبيسالهم اذا كانوا عرفوا يذاكروا وبيتخضوا من سؤاله ده وبيقولوا له ايوه، وبيسيبهم وبيمشي. وده بيوضح تغير رينتارو وطيبته اللي بدات تظهر عليه، بس الناس برضو ما زالت بتخاف منه بسبب حجمه. وبيلاحظ ان واجوري كانت بتشكره على طول في كل حاجه، وبيحاول يستوعب واحده زيها ازاي ممكن تعاني بسببه. يعني ليه؟ انا هقول لك ليه يا حبيبي بس شويه يعني ايه، اتقل عليا. وبعد كده بقى بيجي وقت الافصاح عن درجات الامتحان، واللي بيكون ده راعب أس، بس في النهايه بيفاجئهم المدرس ان هم نجحوا، وبيحييهم في الفصل على معجزه حصلت زي دي، والفصل كله طبعا بينبسط لهم. واللي مش غريب ان أس لو ما كانش اخد درجه واحده زياده كان سقط. وبيقول لاصحابه عادي يعني يا جدعان قضاء وقدر. وبيقول له صاحبه كلمنا عن شعورك وانت ناجح دلوقتي يا أس. بيقول له والله انا فضلت ابص على الكتاب كتير قوي لحد ما نظري راح، بس الحمد لله ربنا نصرني. ورينتارو كمان بيكون مبسوط، وعارفين طبعا مين اللي ورا ده، وبيوجهوا الشكر لصاحبهم ساكو برضه لانه ساعدهم. ورينتارو بسرعه بيطلع تليفونه علشان يعرف واجوري بالخبر ده، بس بيفتكر كلام سالي اللي قالته له ان كلامه معاها ممكن يعمل لها مشاكل ويبوظ علاقتها بمدرسينها، وهنا هو بيتردد يبعت لها. اقول لك انا ليه بقى، لانه اول مره يحس بطعم النجاح، فبيستوعب من ده حجم المشكله اللي واجوري ممكن تمر بيها وبانجازاتها وتفوقها طول الفتره الدراسيه دي، وفعلا ما بيبعت لهاش. وفي وسط الدوشه وهزار صحابه، المذكره اللي كوراكو كانت مديها له بتاع على الارض، واللي بيكون مكتوب فيها رساله من واجوري بتقول له بالتوفيق في امتحانك القادم، وموقعه كمان باسمها. وهنا صاحبه ساكو بيقرا الاسم، اسم واجوري يعني، وبيقول له ايه ده يا صاحبي، ايه ده رينتارو؟ اها انا بدات كده اشم
تشم ريحه مشكله جديده. وفي النهايه احب اقول لك ان انت شخص عظيم انك وصلت معايا لحد هنا في الفيديو. عارف بقى اللي ممكن يخليك لا مؤاخذه انك مش مشترك وعامل لايك للفيديو. اعمل لايك يعني اعمل لايك يا رجوله. وانت كمان اعمل لايك يا كوت. ده في حال يعني عجبكم الفيديو، فاهم؟ هو لازم يكون عجبك يعني، اصل انت بتتفرج عليه لحد دلوقتي ازاي يعني وهو ما عجبكش يعني؟ انت ايه؟ المهم يعني لو عندكم انميات تانية اقدر الخصها لكم، حاجات بقى يعني مطرقعه وملهلبه، فاكتبوها لي في الكومنتات وقولوا لي برضو ايه اكتر مشهد عجبكم في الفيديو ده. متنسوش بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير وبيس.